يخرجون واحدا تلو الآخر من داخل المقهى. ويبدو أن هؤلاء المصابين من جراء إطلاق النيران الذي سمعناه ربما منذ قليل. They're empty. The last two had no people on. No. Just the first two. That's not good. That's not good. Blood and tallow in the face. Where? The second one, lots of blood and then sheets all over the head. Yeah. It's like, hang on a second. Yeah. Can you see mine for me there? نذكر المشاهدين الكرام أن عملية اختطاف لعدد من الرهائن قد وقعت صباح اليوم في مقهى في وسط مدينة سيدني الأسترالية، واحتجز الخاطف عدد من الرهائن في مقهى وطلب علم لأسود يحمل العبارات الإسلامية لا إله إلا الله، ولم أعتقد أنه كان تم التفاوض مع أحد رجال الشرطة، وكان يطلب العلم في مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، ثم طلب أيضا الحديث مع رئيس الوزراء في مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، وتم الحوار معه بطريق غير مباشر. عدد المخطوفين غير في المقهى غير معروف، وكما ذكرنا هو لاجئ إيراني أدين بتهمة الاعتداء الجنسي، ومعروف عنه أنه يبعث برسائل كراهية لأسر جنود أستراليين قتلوا في الخارج. اللاجئ الإيراني يدعى هارون مؤنس، وهو لا يزال متحصن بالمقهى بعد 15 ساعة من بدء الاحتجاز، وتمكن بعضهم من مغادرة الموقع. السلطات أيضا أعلنت أنه دوافع المسلح ما زالت غامضة. الرهائن أجبروا على رفع علم أسود يخص جماعات متشددة على إحدى النوافذ. إحدى القنوات الأسترالية وهي تحديدا القناة العاشرة أفادت أنه فريق المحطة تحدث مع رهينتين داخل المقهى، أكد على مطلبين لمنفذ العملية. هو يريد علم لتنظيم الدولة داعش إلى المقهى، وطلبه الثاني كما ذكرنا هو محادثة رئيس الوزراء. لمزيد من المتابعة وتوضيح الصورة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عصام خليل مدير الأخبار العربية بالإذاعة الأسترالية. مساء الخير سيد عصام، يعني نتابع عدد من المشاهد على